السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، تكون الامور ديالكم في احسن الاحوال. الموضوع اللي داير ضجة حاليا في العالم كامل هو الموضوع ديال القضية الفلسطينية. قضية فلسطين اللي احنا كنا كمغاربة وكنا كعرب وكنا كمسلمين وكنا كامازيغ كنا كنعرفوا على انها قضية اللي هي عندها واحد التاريخ قديم، واللي احنا كنا كمسلمين كندعموا القضية الفلسطينية بحيث انهم ينتصروا وياخذوا الحقوق ديالهم. وهذا الامر هذا فهو ماشي شي حاجة اللي هي جديدة علينا، وقضية اللي كل واحد تعرفها سواء صغير او كبير، سواء انت عايش في اي دولة كما بغات تكون، سواء مغربية او غير مغربية او دولة اوروبية او غير اوروبية او افريقية والى اخره، لانها قضيه اللي كتعرف العالم كامل واللي العالم كامل مطلع على هذه الاخبار. الا وان حاليا كاين واحد المشكل كبير في العالم بسبب المشاكل اللي واقعه بين اسرائيل وبين فلسطين وبين حركه حماس اللي شنت واحد الهجوم. فبالتالي هناك واحد المشاكل اللي كتخلي على ان كنشوفوا واحد الحرب واللي في الاخير كيمشي فيها الضحيه اللي هو الشعب. ومنين كنتكلم على الضحيه اللي هو الشعب فهنا ما تنعممش واحد الجهه او ما كنتكلمش على واحد طرف بشكل خاص، فهنا كنتكلم على الشعب بصفه عامه، سواء الشعب الاسرائيلي او الشعب الفلسطيني الشقيق. فاليوم غنتكلموا من هذا الفيديو هذا وغنحاولوا نشوفوا شنو هما الاشياء اللي كتخلي على ان هذه المشاكل هذه كتزيد، وشنو علاقه الرؤساء ديال امريكا اللي هما كيجيو بما فيهم جو بايدن وهذه القضيه الحروب اللي بدات كتنوض، سواء بين روسيا واوكرانيا، سواء بين هذه الهجومات اللي هي متكرره بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وغنحاولوا اننا نشوفوا فين كاين المشكل، واش هادشي فعلا مضروب اللي من خلاله كيبغيو كيسعوا على واحد الاهداف اللي هي شخصيه او اهداف اللي حنا غادي نشوفوها من خلال هذا الفيديو هذا، او ان الامر كل ما فيه فهو كيتعلق بالتاريخ الحقيقي ديال هذا الصراع او ديال هذا النزاع ديال المنطقه بين فلسطين وبين اسرائيل. فانا غنتكلم معكم الاخوان ديالي من خلال العقل، من خلال التاريخ ومن خلال المنطق، وما غنتكلمش من ناحيه ديال العاطفه، وما غاديش ننحاز لواحد الطرف، بل غادي نعطي الراي ديالي كيف ما انا كنشوفه، وغنعطي كذلك نقاط اللي انا كنشوفهم انهم ربما لو اننا حنايا شفناهم وركزنا عليهم فغادي نقدروا اننا نتفادوا بعده مشاكل سياسيه وتوترات او تصعيدات عسكريه اللي كنشوفوها حاليا واقعه في العالم. وهذا الشيء كله اللي كنتكلموا عليه فهو ماشي لصالح واحد الجهه معينه، بل لصالح العالم. لان ملي كنتكلموا على الحرب فهنا كنتكلموا على الدمار، ملي كنتكلموا على الدمار فكنتكلموا على ان الشعب والشعوب هما الضحايا. وغنتكلموا ايضا على واحد النقطه اللي جد مهمه واللي هي انا برسطاني شخصيا، اللي هما القاده ديال حركه حماس اللي التواجد ديالهم ما كاينش مع الاخوان ديالهم ومع الاخوان ديالنا في فلسطين، بل كل واحد وفين شاده، ولكن المعظم ديالهم كاينين حاليا في قطر. كنشوفوا كيفاش البروباغندا كتخدم الدور ديالها وكيفاش الاعلام تيخدم الدور ديالو، وهذا الشيء كله من اجل باش انهم يظهروا واحد الحقيقه اللي انا كنشوفها شخصيا انها حقيقه ما عندها حتى شي علاقه بالواقع، وان الواقع فهو شيء اخر. فانسان خاصه فقط انه يعرف شنو هما النقاط اللي عليه وشنو هما النقاط اللي ماشي عليه وكيفاش تقدر توصل للحلول، لان الدم والحرب والسلاح عمره ما ادى الى حل، بل دائما كيدير الدمار. وانا ما غنتكلمش باش ندعم الحرب او باش انني ندعم العدوانيه، بل انا تكلمت كانسان قبل ما غنتكلم كمغربي او كمسلم او كانسان كما بغا يكون، فغنتكلم كانسان اللي انايا عندي حق باش انني نعبر على الاراء ديالي، وعندي حق انني باش انني انا ياديني خاطري وضرني خاطري الا شفت اخ او اخت ديالي كتاكل العصا. واخا غادي نرجعوا شويه للتاريخ وغادي نتكلموا على القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه احنا كنا كمغاربه كنعرفوا على انها قضيه ديال كل مواطن مغربي تيامن بالله عز وجل وتيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله كمسلم، بغض النظر على احترام الديانات، بغض النظر على ان الديانه اليهوديه او الديانه المسيحيه فهم ديانات سماويه اللي هما مشابهين للديانه الاسلاميه بحسب التاريخ وبحسب القران الكريم وبحسب الله عز وجل كيف ما قال لنا، على ان الديانات ديال يعني الديانه اليهوديه فهي اول ديانه الهيه، من بعد غادي تجي الديانه المسيحيه اللي هي اخر حقبه من الديانه اليهوديه عن طريق عيسى عليه السلام من بيت آل عمران، فاللي هما كانوا من بني اسرائيل. فمن بعد غادي تجي الديانه اللي هي الديانه الاسلاميه اللي حنا كنا كنامنوا باخر نبي ديالنا واللي هو عظيم الخلق محمد عليه الصلاه والسلام. فاحنا ذكرنا هذه النقطه فقط غير باش نبينوا على ان اليهود او المسيح او ولكن حنا غنتكلموا على اليهود فهم عندهم تاريخ لله عز وجل معترف به وذاكره في الكتب السماويه ديالو.
بغض النظر على المشاكل اللي كانوا كيديروا، بغض النظر على الطغات ديالهم، بغض النظر على الغباء ديالهم، بغض النظر على الكاركتير ديالهم، بغض النظر على بزاف الاشياء اللي هما ارتكبوها خايبه بزاف، الا وانهم عندهم تاريخ ديالهم اللي الله عز وجل اختار وقرر انه يكون هذا التاريخ ديالهم بهذا الشكل هذا. لكن احنا كمسلمين اكيد اننا غندافعوا اولا ثم ثانيا ثم اخيرا على كل ما هو مسلم. وسطروا لي على مسلم. علاش نقول لكم سطروا لي على مسلم؟ لاننا ما غنتكلموش على اهداف سياسيه تحت اسم الاسلام، لان هنا ما بقاش القضيه فيها الاسلام، هنا ولات اشياء اخرى، ولات اجندات اخرى اللي كتدخل في الخط باش اننا حنا نمشيو معميين على انها تابعه للاسلام. لا، الاسلام ديالنا عمره ما كان تيحرض على القتل كمنفذين للهجومات الا اذا شي حد اعتدى علينا. وسوره البقره فهي كتلخص كل ما هو كيتعلق بالهجومات وبالحروب، بحال ما اذا شي حد اعتدى علينا، ولكن حنا ما خصناش نعتديو. فاذا كل ما هو تيخالف الدين ديالنا فاحنا ما غاديش نتبعوه، ولو يكون تحت اسم وتحت شعار الاسلام اللي هو الدين ديالنا الحنيف اللي حنايا كنتبعوه. والله يهدينا باش اننا نكونوا دائما مطيعين لله عز وجل وتابعين للخطوات ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا المشكل بقى غادي كيتطور حسب التاريخ وحسب الهجره اللي يعرفوها اليهود من منطقه الشرق الاوسط، وكيفاش ان الله عز وجل قرر انهم يكونوا مشتتين في الارض، وكيفاش الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وتعرفوا الابادات وخداو هما حقهم من المشاكل، لانهم في هذيك الفتره كانوا كيستاهلوا الى يومنا هذا باش نكونوا حنايا يعني واقعيين كمنظومه صهيونيه. ولكن كشعب فانا ما غاديش نهضر على الشعب، لان كل انسان فهو عنده علاقه بينه وبين الله عز وجل. بما انني انا مسلم وكنتكلم على الدين ديالي، فما يمكنش لي انني انا ندخل في العلاقه ديال انسان اخر سواء مسيحي او يهودي بالعلاقه ديالو مع الله عز وجل اللي هو اله واحد، اللي هو الله ديالنا وديالهم وديال كل شيء، لانه هو الله الواحد اللي كاين. فهاد المشاكل هذه بدات كتزيد نهار على نهار، حقد شهور سنين بدا هاد الشيء غادي كيتطور. جميع الحلول حاولوا انهم يداروا بتدخلات سواء من الداخل او من الخارج، الا واننا كنعرفوا ان صراحه العلاقه الحقيقيه بين اسرائيل او باليهود وبالمسلمين اللي كاينين في فلسطين فهي علاقه طيبه، بغض النظر على الحركات وعلى الجماعات اللي هي كتدعو الى الانفصال من هذيك الدوله اللي هي ارض مقدسه ديالنا حنا كاملين كمسلمين، واللي هما كيشوفوها ارض مقدسه كيهود. الا وان هذا الشيء دائما تيخلي ان الكراهيه تكون. واش احنا غنجيو اليوم غنشنو هجوم على واحد الجهه اللي هي فيها ابرياء بغض النظر على الدين ديالهم، ونعتبروا نفسنا اننا حنايا بغينا نحرروا واحد الارض ديالنا بهذيك الطريقه؟ احنا ضد على ان اسرائيل تحتل فلسطين، وضد على ان تنوض حرب. باش نكون معكم واقعيين، انا كشخص كانسان فانا ضد هذا الشيء كله. انا انسان اللي هو جد سليم، جد مسالم، جد طبيعي، كنبغي كل شيء يعيش في امن، كل شيء يكون في سلام، وحتى شي واحد ما يكون تيجر الى العدوانيه. ولكن بما ان المشاكل كاينه، وبما ان العدوانيه وبما ان الحقد والكراهيه عمرها ما غادي تسالي، فهل الهجوم العسكري بدعم من جهات خارجيه واللي هي ايران واش غادي تقدر فعلا دير حل باش انها تحرر الارض المقدسه من اليهود؟ اكيد لا. اكيد هذا الشيء هذا غادي يخلق غير مشاكل. واكيد على ان اسرائيل فاحنا كنا كنعرفوا النفوذ ديالها في العالم. بزاف الناس كنشوفهم كيدخلوا في التعليق وتيقولوا على ان اسرائيل بانت على انها غير قويه والى اخره. شوف، راه القوه، باش نكون معكم صادق، القوه دائما كتكتب في الاخير بعد الخساره اللي تعرفها الخصم. بمعنى الا شفنا اليوم ارواح بالالاف او ربما بالملايين من المسلمين، وشفنا على ان المنتصر، وشفنا على ان الارض او السيطره مازال عند اليهود، فراه هذا الكلام هذا اللي كنشوفوه في التعليق ما غادي يفيدنا في حتى شي حاجه. فراه في الاخير والواقع غنكونوا مقتنعين على ان حنا اللي كنا نعصى كمسلمين وهما اللي انتصروا. حنا ما غاديش نبقاو نقولوا حركه حماس شنات هجوم رعبات اسرائيل. نعم، ولكن في الاخير شنو النتيجه؟ واش النتيجه فيها ان
الارض المقدسه استرجعناها احنا كمسلمين كنا، او انها بقات محتله من طرف اليهود وبقات ارض اللي هي حاليا مسيطر عليها اليهود. فراه هذا هو السؤال اللي احنا خصنا نفكروا فيه كناس عندنا العقل. وسؤال ثاني اللي غادي نطرحوه واللي هو واش بهذا الهجوم اللي قامت به حركه حماس وبالرهائن اللي دارت، واش كتخلي او واش غتخلي على ان اليهود سواء اللي كاينين في اسرائيل او اللي كاينين في العالم او اللي عندهم مكانه كبيره في الولايات المتحده الامريكيه وفي العالم، واش غتخليهم انهم ما يقوموا بتشير ردة فعل؟ اكيد غادي تقوم ردة فعل. وفي الاخير شكون اللي غياكل العصا؟ غياكل العصا الشعب البريء. وانا متاكد على ان ملي غادي تمشيو لاسرائيل او فلسطين وغادي تسالوا كل من الشعوب، فكل واحد غادي يستنكر العمل اللي قامت به الدوله ديالو الا اذا كانت هي اللي هاجمه او اذا كانت هي اللي باديه الهجوم. انا كمغربي غادي نجي المغرب ديالي غادي يشن هجوم على دوله او على منطقه او على كيان او على شكون ما بغى يكون غير هكاك بواحد السبب اللي هو فعلا، احنا ما نقولوش غير هكاك يعني راه بدون سبب، السبب احنا تكلمنا عليهم، ولكن كنهضروا على غير هكاك في المنطقه او في الفتره الحاليه اللي ما كاين لا توترات لا تصعيدات لا والو، فغادي تشن المغرب واحد الهجوم. وانا غادي نجي وفي الاخر غادي الطرف اللي هو الخصم غادي يقوم برده فعل وغيدمر لي العائلات ديالي وغادي يدمر لي الاسر ديالي. واش انا في هذه الحاله هذه غادي نمدح الدوله ديالي؟ لا، غنعتبر على ان الدوله ديالي ارتكبت خطا فادح اللي بسببه ادت الى رده فعل من الخصم اللي في الاخير غيكلفني انا وعائلتي والاشخاص اللي انا كنبغيهم الروح ديالهم. ولكن الدوله ديالي مثلا بين قوسين واش هي خسرت شي حاجه؟ نعم، هي غادي تكون خسرات، هي المباني، تكون خسرات اشياء في الاقتصاد، ولكن هادشي كله ما غاديش يقدر يعوض الى مشاو ارواح. وحنا كنا كنعرفوا واش شفنا الزلزال اللي ضرب في المغرب، فشفنا كيفاش اننا حنا كمغاربه ما همناتنا حتى شي حاجه في الفلوس، وشفنا كيفاش ان الشعب المغرب كامل عطى العالم كامل وبين التلاحم ديالو باش ان يشوف خوه المسلم وخوه المغربي فرحان مره واحده اخرى وفيه الضحكه مره واحده اخرى باش انه يقدر يمارس الحياه ديالو. فاذا الارواح فهي ما كتقارنش بالفلوس. فاذا كخلاصه من هذا الشيء كامل، فهاد العمل اللي قامت به حركه حماس فهو عمل اللي ما غاديش يؤدي الى نتيجه ايجابيه، وحنا ما غاديش نكونوا اغبياء ديال البروباغندا وضحايا الاعلام ديال البروباغندا باش اننا نشوفوا ان اي حاجه كدار باسم لا اله الا الله محمد رسول الله فهي فريضه علينا احنا كمسلمين اننا نامنوا بها. لا، الاسلام ديالنا فهو واضح. الاسلام ديالنا هو اننا احنا نامنوا بالله عز وجل، نصليو، نصوموا، نزكيو، نمشيو نحجوا الا كنا كنستطيعوا ليه، نصدقوا ونبغيو الخير لعباد الله، وما نسرقوش وما نشفروش وما نكذبوش وما نشربوش الخمر وما ناكلوش لحم الخنزير وما نديروش الاشياء اللي مذكوره يعني في القران ديال الله عز وجل، ونعيشوا في سلم وفي امن. واش في العهد ديال الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوش اليهود؟ ما كانش الرسول عليه الصلاه والسلام كيتاجر معهم؟ حنا اكيد اننا غنتكلموا على اننا كنعيشوا في واحد الفتره اللي ما كاينش مشاكل، ولكن اكيد الا جا شي واحد هجم عليك فراه حنا غادي تكون عندنا ردة فعل، والا فحنايا ما عندناش الغيره كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اقتلوا من لا غيره له. وحنا الصفات ديال المسلمين فحنا عندنا الغيره ديالنا، ولكن باش اننا نوضوا نشتلوا واحد الهجوم اللي في الاخير كنشوفوا على ان القاده فهما كل واحد فين مشتت في جهه وان الشعب التي ياكل العصا، فهذا امر اللي هو صراحه ما كيدير حتى شي نتيجه. ونقطه اللي غنتكلموا عليها اخرى واللي هي كتعلق بالرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه. شوفوا باش نكونوا واقعيين الخوت، فالولايات المتحده الامريكيه عندها تاثيرات كبيره في العالم. فعلا كنشوفوا خرجات اعلاميه ديال دونالد ترامب الرئيس السابق ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي تخرج تقول وتنتقد اي خطوات يقوم بها جو بايدن اللي كتؤدي الى حرب بين الاطراف مثلا روسيا واوكرانيا. ففعلا شفنا على ان المشاكل اللي ناضت، فخرج تيهضر دونالد ترامب على تقول على انه لو كان دونالد ترامب هو الرئيس الحالي ديال امريكا ما كانتش غادي تكون الحرب، وحاليا تيقول هنيت. علاش؟ هذا شوف، هذه نقطه جد واضحه، وكل رئيس والاهداف ديالو.
ملي كنشوفوا على وكل رئيس والهيئه ديالو، ملي كنشوفوا رئيس اللي هو اقتصادي فغنشوفوا على انه غادي يركز على الاقتصاد، غنشوفوا على انه غادي يركز على الاشياء اللي عندها علاقه بالاقتصاد البلاد، فبالتالي غادي ياثر هذا الشيء على الاقتصاد ديال العالم. لاننا كنتكلموا على اقوى اقتصاد في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، وهي المسيطره في العالم على كل حاجه. هذا هو الواقع اللي حنا كنعيشوا فيه، باش ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. اما الا شفنا على ان رئيس جاي ومركز على الاحتلالات، مركز على الحروب، مركز على البلبله بين الدول والى اخره، فغنلقاو مشاكل، وهذا الشيء هذا فهو تيخلق استفزازات، والاستفزازات فهي كتؤدي الى ردود افعال، وردود الافعال دائما ما كتكون اقوى من الفعل. فبالتالي غنشوفوا عاوتاني ردود افعال من الطرف الاخر، وردة الفعل من الطرف البادئ، وردة الفعل من الطرف اللي هو كيعتبر سطحيه، حتى غادي نلقاو المشاكل. فهاد الشيء هذا غادي يؤدي الى الحروب والى الدماء، وهذا الشيء هذا فاحنا ما بغيناش يكون. حنا كنتضامنوا مع الاخوان ديالنا الفلسطينيين، وما غنتكلمش وما غندخلش القضيه ديال الصحراء المغربيه مع محمود عباس القاده ديال فلسطين اللي هما ما تدعموش المقترح ديال الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه ديال الصحراء المغربيه. لا، وما غنتكلموش على ان اسرائيل فهي كتدعم المغرب في الصحراء ديالو، وما غنتكلموش على المصالح السياسيه، بالرغم على ان باش نكونوا واقعيين حب من حب وكره من كره، لان المغرب المصلحه ديالو فهي مع اسرائيل، الا واننا كنعطيو صوره للعالم على اننا حنا كمسلمين فما كنتخلاوش على الدين ديالنا، ولان اي حاجه كترجع للدين ديالنا واللي هو الاصل ديالنا فحنا تنكونوا معاها، ولكن ثم ولكن بشريطه عدم الاعتداء. هادشي اللي كاين، وعدم الظلم، وعدم مسح العقول والادمغه تحت اسم الاسلام. هادشي اللي كاين. اذا اخوان، كان معكم الاخ ديالكم محمود، تحياتي لكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم.